نجح المنتخب الوطني المغربي في خطف موهبة سبق لها أن حملت ألوان قميص المنتخب الجزائر، ولم تقتنع آنسة الحمري بمشروع الاتحادية الجزائرية لتختار الدفاع عن ألوان لبؤات الأطلس في مونديال أستراليا، وهي مزدادة في فرنسا من أبي الجزائري ومن أم مغربية آنسة الحمري، والتي اختارت في سابق ألوان المنتخب الجزائري لتتراجع عن تمثيل منتخب الخضر بعد شهور قليلة من المحفل الكروي العالمي. ومعلوم أن صاحبة 26 سنة سبق لها وأن حملت ألوان المنتخب الفرنسي، حيث شاركت في كأس أوروبا لفئات أقل من 17 سنة في سنة 2013، وكذلك الأمور في يورو فئة أقل 19 في سنة 2015. وفي فبراير 2023 تم استدعاء للمنتخب الجزائري لأول مرة من قبل المدرب فريد بنستيتي للمشاركة في معسكر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، ولكنها بعد أن اكتشفت واقع الكرة الجزائرية تأكدت أنه لن يكون بإمكانها المشاركة في العرس العالمي الذي يبقى حلما لأي لاعبة كرة القدم. وبإمكان آنسة الحميري المشاركة في نهائيات كأس العالم عندما تفتح لبؤات الأطلس مشوارهم في البطولة العالمية بمواجهة منتخب ألمانيا يوم الاثنين. يجدر بالذكر أن المنتخب الجزائري نسي أن يسجل المنتخب النسوي في الفيفا.